الديب ويب موضوع ولا مستهلك وكلشي كيهضر عليه، ولكن واش كاع داكشي اللي كنسمعوا على الديب ويب صحيح؟ مؤخرا خرج هادي للتاويل واحد الفيديو كيشرح فيه الديب ويب والفونكسيونمون ديالو وشنو كاين فيه. فيديو عجبتني بزاف اللي خلاني انني نقلب في الموضوع ولقيت شي حوايج اللي خصكم تعرفوها. المهم في هذا الفيديو ما غاديش نهضر لكم على الديب ويب اون جينيرال ونشرح كيفاش كيخدم حيت بزاف الناس هضروا عليه. الا ما كنتو كتعرفوا والو على الديب ويب نصحكم تمشيو تفرجوا في الفيديو ديال عادل التاويل ورجعوا عندي. هذا الفيديو غادي نخصصوها لواحد البوين في الديب ويب اللي هو ريد رومز، الغرف الحمراء، اللي هي واحد النقطه شي شويه سوداء في الديب ويب لان ما كنعرفوش عليها بزاف وكلشي كيهضر عليها. دونك اليوم غادي نعرفوا الحقيقه على ريد رومز. درت واحد البحث معمق ولقيت بزاف ديال الحوايج. مشينا. ريد رومز او الغرف الحمراء اشنا هما بعدا؟ لايف عادي كيف ما في تويتش ولا في انستغرام كيكون المباشر وحده واحد الشات كيهضروا فيه الناس واللعيبات، ولكن هذا اللايف فيه شي حاجه ماشي هي هذيك. حيت هذا اللايف ما فيهش الجيمنج ولا الهضره ولا داكشي اللي كتعرفوا. هذا اللايف فيه لا طورتور، التعذيب. كيكون واحد السيد جالس وواحد اخر كيعذب فيه، والناس اللي كيكونوا في الشات هما اللي كيكونوا كيقرروا شنو غيدار لداك السيد. اول ريد رومز بانت في 2015، ولكن قبل هادشي خصنا نعرفوا الاصل ديال الريد رومز شنو هما لي سنوف موفي. اشنو هما لي سنوف موفي؟ هما لي فيديو اللي كيكون فيهم اي حاجه إيليغال. يعني ما كندويش لك على شي حاجه إيليغال يعني شي واحد كيشفار ولا لا، كندوي لك على القتيله، الاغتصاب، اي حاجه خاسرانيت في فيديو كتسمى سنوف موفيز. هاد لي سنوف موفيز بيان سور ما تلقاهمش في النت العادي نهائيا حيت محظي، ولكن كاينين بزاف في الديب ويب. المهم هاد لي سنوف موفيز بداو كينتشروا في الديب ويب سنه 1970. واحد الحاجه اخرى خصكم تعرفوها اللي هو بلوتو واحد الشخص اللي هو بيتر سكولي، كريمينال بيدوفيل معروف في العالم كامل. فاش عرف بانه يقدر يصور داكشي اللي كان كيدير للدراري الصغار ويلوح في انترنت ويربح منه الفلوس، مشى طار السيد وبدا كيلوح لي فيديو ديالو في الديب ويب وبدا كيبيعهم. اشهر فيديو ديالو سميتها دايزي ديستركشن، وهذا الفيديو تباعت باكثر من 10,000 دولار في الديب ويب. اش غنقول لكم، قلبت على هذا الفيديو في الديب ويب ما لقيتهاش الحمد لله، ولكن لقيت شي تصاور وشي لعيبات اللي ما نبغيكمش تشوفوهم. دونك عافاكم ما تقلبوش على ديزي ديستركشن في الديب ويب ولا حتى في الويب العادي حيت غتلقاو شي تصاور ما هماش. المهم اول اباريسيون ديال الريد رومز في العالم في 2015 في غيديت هو واحد السيت ريزو سوسيال بحال تويتر شويه. المهم تا هو فيه بزاف ديال شي حوايج غراب تنديروا عليهم شي حلقه سبيسيال. المهم شي واحد لاح ليان ديال الدارك ويب في غيديت، وفاش كيحلوا الناس الليان كيلقاو واحد الكونتور. ديك الليان انتشر بزاف تشهرات في ريديت. المهم كلشي بدا كيتسنى شنو غيوقع في الاخر ديال الكونتور، وفي الاخر تلقات واحد لا فيديو. هذيك لا فيديو ما كطرا فيها حتى شي حاجه فيولونت ولا عنيفه، ولكن كتبان بحال فيها واحد لومبيونس ثقيله، بحال شي واحد مخطوف ولا شي واحد كيتعذب. المهم هاد لا فيديو من بعد واحد 2 سيمانات اوثنتيفيات فيك، يعني ماشي بصح، كانوا الناس غير كيمثلوا غير كيتفلاو. ولكن هاد اللعيبه اللي طرات في غيديت وفي الدارك ويب عطات شي افكار لناس اخرين. في نفس السنه بنت اول غيد غوم وسميتها اليسيا. المهم هاد السميه اليسيا كاينين بزاف ديال الشروحات ديالها، ولكن حتى شي وحده ما متاكدين منها. كان السيت مكتوب فيه كيبان لك اليسيا وكيبان لك ان كونتور، وكاينه واحد الجمله بالبرتغاليه كتقول لك بان فاش غيتسالى الكونتور غادي يبدا واحد اللايف ديال التعذيب بيان سور حيتاش غير غوم. وإلا بغيتي تحضر بيان سور اللايف خاصك تخلص واحد الثمن بالبيتكوينز. المهم هاد السيت دار ضجه كبيره في العالم كامل، اكثر من لا فيديو اللي تنشرات في غيديت. وكاينين شي ناس اللي خلصوا بالبيتكوين السيت غير باش يعرفوا شنو غيطرا في داك اللايف وشنو غيوقع من بعد النهايه ديال الكونتور. المهم كانوا الاف الناس كينتظروا شنو غيطرا من بعد داك الكونتور، بقاو كيتسناو واحد الوقيته فاش وصل الكونتور لزيرو ما طرا والو، والناس اللي خلصوا كاملين تصيدوا. المهم ولد داك السيت ربح العاقه مزيان ومشى في حاله، ولكن
عطى الفكره لبزاف ديال الناس اخرين انهم يديروا نفس الحاجه. السيد كريا اون توندونس في الدارك ويب، ولاو المئات ديال لي سيت كي بريتونديو ريوسهم انهم ريد رومز، او ان كاين واحد الكونتور وكيتسالى الكونتور وغيبدا واحد اللايف فيه التهديد وخاصك تخلص بيان سور باش تحضر ليه. هذه كانت القصه ديال الغرف الحمراء وكيفاش تكريات. ولكن فاش قلبت شويه في الموضوع حاليا لقيت بان الموضوع شويه فلو. ديب ويب واحد الغيزو ما مبنيش على الريفيرونسمون، يعني ما كتكتبش واحد الكلمه في موتور دو ريشيرش بحال في جوجل وكيطلعوا لك لي سيت. لا، ديب ويب مبني بليشونس ديال لي ليان، يعني من غير مول السيت ولا شي واحد اخر اللي يقدر يصيفط لك اللين. اغلب لي سيت المهمين في الديب ويب ما تلقاهمش في لي موتور دو ريشيرش. يعني باش نلقاو ريد رومز حقيقيه خاصنا نهضروا مع الناس في الدارك ويب، ونهضروا مع الناس في الدارك ويب واحد الفكره اللي شويه ماشي هي هذيك. دونك ما غنديرهاش حيتاش المهم ما كاينش لي فوروم بزاف وما كاين. لا الصراحه حيتاش خايف على راسي، مي دار واحد اليوتيوبر فرونسي ليكسبيريونس ومشى لي فوروم وبدا كيسول الناس وهذا، واخا الامر خطير بزاف. عمركم ما تهضروا مع الناس في الديب ويب، انا كنقول لكم طيحوا في شي مافيا ما غتزقلكمش. المهم دار ليكسبيريونس، مشى كيسول الناس كيسول تا لقى واحد السيد كيقول ليه بان انا عندي ليان ديال ريد رومز حقيقيه. المهم جابو السيد عطاه الليان، فاش كيحل الليان كيطيح في واحد السيت سميتو موردورور. سمحوا لي لاكسون اونغلي ما كاينش بزاف، ولكن المهم يعني بالعربيه قاتل. وكاين لتحت واحد الكونتور ديال 5 دقائق وغيبدا اللايف. المهم تسنى ديك 5 دقائق وبدا فعلا واحد اللايف فيه فعلا شي حوايج اللي ما عنديش الحق نوريكم هنايا في يوتيوب. المهم السيد تخلع سد اللعيبات كذا هذا، وهو يقول اجي علاش فاش دخلت للسيت كانت باقا 5 دقائق بالضبط، ومشى عاود دخل السيت وعاود لقى 5 دقائق عاوتاني وتسنى 5 دقائق وتلقات ليه نفس اللايف. يعني هذاك ما كانش لايف، كانت غير فيديو. وجرب من بيسي اخر لقى بان فعلا كانت غير فيديو. مش شحال هادي وانا مهتم بالموضوع، عمرني ما شفت شي واحد شاف غير غومز حقيقيه ديال بصح بعينيه، ماشي عاودوا ليه ولا قرا في انترنت ولا لعيبات. دونك لقيت بزاف ديال الحوايج اللي كيمنعونا اننا نصاوبوا ريد رومز دي غيزون اللي هما تكنيك. يعني في الدارك ويب كيكون الديبي ناقص، يعني واخا تكون عندك لا فيبر 100 ميجا ما غاديش تقدر دير لايف بواحد الطريقه فلويد، غادي يبقى داكشي يتقطع، وهذا مشكله حيت الدارك ويب شي شويه معنفج. لا غيزون الثانيه هي ان فاش كدير لايف، فاش كديفيوزي ان فلو اون ديريكت في الدارك ويب عندك دي شونس كثار انك تعرف شكون انت، ان لا بروتيكسيون ديال طوغ ما تبقاش خدامه، وديك الساعه غيجيو يقرقبوا عليك البوليس. دونك اللي بغيت نقول لكم هو ان بروبابلومون عمركم ما غطيحوا في شي ريد رومز حقيقيه، ولا عمرنا ما غنلقاو شي ريد رومز حقيقي، حيتاش لي ريد روم ما مديورينش باش الناس يربحوا بهم الفلوس ولا يتريفيرونساو ولا يتشهروا بهم. او كونترير ضروري في 8 المليار ديال البشر اللي كاينين في هذه الارض غيكون شي واحد دارها، ولكن ما عمرك ما غطيح عليها. كون متاكد، حيتاش لي ريد رومز ولي لايف بحال هكا كيكونوا ديستيني لدي سيركل بريفي، يعني دي بيدوفيل ولا حماق بيناتهم كيتقاسموا داكشي اللي كيبغيو. وعمرك ما غتكتب ريد رومز في شي موتور دو ريشيرش وغيطلع لك، غيطلعوا لك هذوك لي سيت فيك واللعيبات اللي كيقول لك خلص غيشد فلوس وغيمشي في حاله. اونتر بارونتيز عمركم ما تخلصوا شي حاجه في الديب ويب ولا تشريو شي حاجه. الديب ويب السيبه بحال الغابه الصاد، ما كاين لا قانون لا والو. دونك عندكم تشريو شي حاجه وتسناو انها توصلكم ولا شي حاجه. المهم نتمنى ان هذا الفيديو تكونوا استفدتوا منه، تكونوا عرفتوا شي حويجات. ما نكرهش ان كل شيء يهبط الكومونتير ويقول لي الراي ديالو، حيت الموضوع كيهمني بزاف. نتمنى نكون تقاسمت معكم لي زانفو اللي عرفت كاملين، و نيزيتي با تقولوا لي زافي ديالكم، وتهلاو في ريوسكم.